عشت مع حماية عشان أشوف طلباته كأني مراته بالظبط وبموافقة جوزي. قصتي غريبة شوية، تعال أقول لكم على اللي حصل لي واللي ما يخطرش على بال بشر. أنا هاجر، بنت يتيمة الأب والأم. عشت طول عمري وحيدة وبتنقل من بيت لبيت لغاية ما بقى عندي 19 سنة وتقدم لي أول عريس في حياتي. وقتها قرايبي وافقوا بيه على طول عشان يخلصوا مني ومن مسؤوليتي اللي تقلت عليهم. يومها العريس جه هو وأبوه وقروا الفاتحة في نفس اليوم، والمقابلة اللي بعدها جم كتبوا الكتاب وخدوني بشنطة هدومي، ولا كان في اتفاقيات ولا شكليات. هي حتة دبلة صغيرة وخلاص على كده. ما أنا ماليش حد يقعد ويتشرط على العريس زي ما بيحصل لكل البنات. ورغم كل ده كنت راضية وفرحانة، وقلت اهي بداية جديدة وحياة مستقرة. وأول مرة أتكلم مع جوزي كانت في عربيته يوم فرحنا، وأنا قاعدة في الكنبة اللي ورا وهو سايق وأبوه قاعد جنبه. قال لي مبروك يا هاجر، يا رب تتبسطي معانا أنا وأبويا، عايزك تشيليه من على الأرض شيل. قلت له من عيني يا مهاب، ده أنا هشيل الحاج على راسي من فوق وربنا ما يدخل بينا عدو يا رب. حماية رد وقال لي طيب يا هاجر أما نشوف، أهي الأيام جاية وهتثبت إن كنت مطيعة وبتسمعي الكلام ولا لأ. سكت وما لقيتش كلام أقوله. كنت متوترة وخايفة جدا، وفي نفس الوقت فرحانة إني أخيرا هيكون ليا بيت أعيش فيه براحتي. وأول ما رحت الشقة مهاب لقيته بيقولي اسمعي بقى يا هاجر، أنا عايش مع أبويا هنا في الشقة لأني ماليش غيره، وطاعته من طاعتي، ولازم تقولي له حاضر ونعم على أي طلب مهما كان. فاهمة يا هاجر؟ أي طلب مهما كان. قلت له حاضر، ده الحاج هيبقى في مقام أبويا الله يرحمه، ما تقلقش يا مهاب. ودخلت على أوضتي وبدأت حياتي الجديدة على عفش قديم. وتاني يوم لما صحيت ما لقيتش مهاب جنبي، افتكرته قاعد بره. بس لما خرجت لقيت حماية قاعد في الصالة وبيقول لي صباح الخير يا هاجر، يلا ادخلي حضري لنا الفطار، ده أنا كنت داخل أصحيكي. قلت له صباح النور يا حماية، بس هو فين مهاب؟ قال لي نزل راح شغله، عايزة يقعد جنبك ولا ايه؟ ما تسيبيشه في مستقبله، وانتي يلا شوفي البيت محتاج ايه واعمليه فورا. استغربت من اللي بيحصل ومن طريقة حماية لحد وازاي مهاب ينزل يوم صباحيتنا. حسيت ان الوضع غريب، بس قلت يلا يا بنتي يا هاجر، سمي الله وابدأي يومك وافردي وشك في وش حماكي وكله خير بإذن الله. وقفت في المطبخ وحضرت الحماية الفطار ونظفت الشقة وكمان عملت الغدا. ولما جه مهاب لقيته قاعد مع أبوه في أوضته قبل حتى ما يقولي إنه جه، وفضلوا يتكلموا مع بعض يجي ساعة. وبعد كده مهاب دخل وقال لي ازيك يا هاجر، يلا حضري الغدا لو سمحتي. قلت له هو انت كنت فين يا مهاب؟ رد عليا بجفاء غريب وقال لي حاجة ما تخصكيش، وخدي بالك ما ينفعش تسألي السؤال ده تاني. قلت له بحزن انت ليه بتعاملني كده؟ هو انا عملت حاجة زعلتك مني؟ قال لي لا خالص، هي دي عيشتي ودي طريقتي، ومع الوقت هتاخدي على كده. وفعلا مع الوقت أخدت على كل حاجة، وبقيت كل يوم أصحى أروح السوق وأشوف طلبات البيت وحماية. ولو في يوم صحيت متأخر ألاقي حماية دخل عليا أوضتي وصحاني من غير حتى ما يخبط على الباب. ولما عمل كده أول مرة اتضايقت وقلت لمهاب، بس لقيت ملامحه اتغيرت وبقى متعصب جدا، وقال لي وإيه يعني لما أبويا يدخل يصحيكي؟ ده أبويا والبيت بيته وعمره ما هيبصلك. لو سمحتي بلاش الاقيكي جاية تشتكي من أبويا تاني، لأني هاجي عليكي انتي، وعمري ما هزعل منه ولا هاجي عليه. ومن بعد كلامه ده بقيت مش بشتكي، وبقى أمر واقع في حياتي، لأن ما كانش قدامي أي حل تاني غير إن أقول حاضر وبس، عشان ما كانش ليا أي مكان أروحه لو اتطلقت. وفي يوم لقيت حماية صحاني زي عادته من النوم وقال لي قومي البسي يا ست هاجر، عايزك تغسلي كل سجاد الشقة، بقالك شهرين ما غسلتهوش، ونزلي السراير اغسليها ونضفي الشقة. ولا هو لازم أقولك قومي اعملي؟ أمال أنا جايبك ليه؟ قلت له يعني إيه يا عمي؟ هو أنت جايبني عشان أبقى خدمتك؟ كتر خيرك. قال لي احسبيها زي ما تحسبيها،
المهم أنا عايز البيت بيلمع، ولو لقيت الشقة مش نظيفة زي ما أنا عايز هخليكي تعيديها من أول وجديد. قمت وعملت كل اللي قال عليه، وكان بيلف ورايا وبيعدل عليا بشكل غريب جدا. وبعد ما خلصت اتصدمت لما لقيته بيقول لي عايزك بقى تجيبي طبق مية وتغسلي لي رجلي. قلت له اغسل لك رجلك ازاي يا حماية؟ يعني انت لو عندك بنت تقبل يحصل فيها كده؟ قال انا مش فاضي للكلام الفارغ ده، انا رجلي بتوجعني وعايزك تنقعيها في مية وتغسليها، الستات الأصيلة بتعمل كده لرجالتها. قلت له رجالتها؟ بس انت مش جوزي، انت ابو جوزي يعني حماية. قال لي انا وابني واحد، تحب اتصلك عليه وتسمعي رأيه بنفسك؟ مهاب كان في الشغل وقتها، واكيد لو سمع الكلام ده مش هيوافق، اصل مش للدرجة دي يعني. عشان كده قلت لحماية اتصل بيه يا عمي، واللي يقول عليه انا هنفذه. وحماية فعلا اتصل عليه، بس جوزي صدمني اكتر واكتر لما قال لي اسمعي كلام ابويا واغسلي رجليه يا هاجر، امال مين يعني اللي هيشيله في تعبه؟ الجيران؟ قلت له بكسرة وحسرة حاضر يا مهاب، ورحت جبت الطبق وغسلت رجل حماية اللي كان فرحان ومستمتع قوي وانا مذلولة له. وبعد اللي حصل ده بأسبوع مهاب قال لي انا وابوه انا لازم اسافر القاهرة عشان في الشغل نقلوني هناك وما ينفعش اقول لهم لا. حماية قال له وتقول لا ليه يا ابني؟ روح وشوف مصلحتك وربنا يوفقك. قلت له طب انا يا مهاب هاجي معاك طبعا. حماية قطعني وقال لي تروحي فين يا اختي؟ انت هتفضلي هنا معايا. قلت له ليه يا عمي؟ طيب اقول لك على حل مناسب، ايه رأيك نروح كلنا سوا؟ قال لي روح فين؟ انا ما سيبش بيتي ابدا، انت هتفضلي هنا معايا تخدميني وتشوفي طلباتي، ولا عايز ابوك يعيش لوحده يا مهاب؟ مهاب رد وقال له لا طبعا يابا، هاجر هتفضل معاك، وانا هاجي كل يوم جمعة اقعد معاكم وامشي تاني يوم. فضلت اترجى مهاب ياخدني معاه وما يسيبنيش، بس هو قال لي مستحيل اسيب ابويا يعيش لوحده في السن ده، واني لازم افضل معاه. وسافر مهاب وانا فضلت قاعدة مع حماية اللي كانت كل طلباته مش بتخلص، وغيرته عليا بتزيد طول الوقت كأني مراته، لدرجة اني كنت بحس ان هو جوزي مش حماية نهائي. كل شوية البسي ده وبلاش ده ضيق وده ملفت، وشعرك كده لونه مش حلو غيريه، وبرفانك ده ريحته نفاذة يتحط في البيت قدامي وبس. وفي يوم حسيت اني دايخة وتعبانة، وحماية وداني للدكتور، والدكتور قال له ألف مبروك يا حاج، مرات ابنك حامل في شهر. قال له حامل؟ طيب يا دكتور متشكرين. وفضل حماية ساكت طول الطريق، ولما روحت البيت لقيته قال لي قوليلي بقى انت حامل من مين؟ متأكدة انه من ابني؟ قلت له انت بتقولي يا عمي؟ انا بنت ناس وعمري ما اعمل حاجة تغضب ربنا، اكيد طبعا حامل من ابنك. قال لي بنت ناس؟ اه دي بقى انا مش متأكد منها، انا جايبك بنت يتيمة عايشة مع قرايبها بتخدمهم بلقمتها، ايش ضمني ان انت تربيتي اصلا؟ ولا يمكن حامل من الواد حسين بتاع الفراخ، ما انا بشوفك كنت بتتسايري معاه. قلت له انا منهارة، حرام عليك اتقي الله، ازاي تتكلم عليا كده وتتهمني الاتهام ده؟ اللي ببطني ده حفيدك من ابنك. بصلي من فوق لتحت وقال لي على العموم كله هيبان مع الوقت. ومهاب جه يوم اجازته، ولما عرف اني حامل ما فرحش وما زعلش، كان الخبر عادي بالنسبة له. واستمر الحال على الوضع ده، وحماية مش في دماغه اني حامل اصلا، وخناقاته ليا زادت اكتر واكتر، لغاية لما جه ميعاد ولادتي. ويومها حماية هو اللي راح معايا، ورفض ان مهاب يسيب شغله ويجي يحضر الولادة، وقال انه شغله اهم من اي حاجة. وطبعا جوزي سمع كلام ابوه كالعادة، وجه تاني يوم وسجل الولد، وبعدها مشي، وكأن الامر عادي جدا ان مراته خلفت وبقى ليه ابن. كان شايف ان شغله اهم من اي شيء. وبعد ولادتي بيومين لقيت حماية دخل عليا اوضتي وقال لي وهو بيزعق يلا يا ست هانم قومي شوفي البيت اللي عايز يتنظف والاكل اللي عايز يتعمل، انت هتعملي لنا فيها تعبانة.
قلت له: أنا فعلا تعبانة يا حماية، أنا والدة مش خالعة ضرسي، حرام عليك. قال لي: وإيه يعني؟ ما كل الستات بتولد، هو أنت جبتي عيل دهب ولا على راسه ريشة؟ يلا يا بت قومي اعملي الغدا. ضغطت على نفسي وقمت وعملت الغدا، وبقيت أنظف البيت على قد ما أقدر. ولما حطيت لحماية الأكل على السفرة لقيته بصلي بقرف وقال لي: بقى ده أكل ده بدل ما تعملي كذا صنف جايبالي صنفين، وهي دي النظافة؟ أنا خلاص زهقت منك، روحي شوف ابنك اللي بيعيط ده. ورحت أشوف ابني اللي ما كانش بينيمني، وتحولت حياتي لعذاب أكتر وأكتر. وعدت سنين وأنا على ده الحال، وبقى مهند ابني في أولى ابتدائي، وحماية كان كل مدى بيتجبر أكتر وبيستقوى. وفي يوم جه مهاب الأجازة بتاعت كل أسبوع، بس المرة دي عرفت الحقيقة كلها، وعرفت ليه حماية وابنه بيعاملوني بالشكل ده. وده لما سمعته بالصدفة بيتكلم عن ورقة معينة، ورقة موجودة في محفظة مهاب. وبعد ما شفتها من وراهم عرفت السر المستخبي والحقيقة اللي عمري ما كنت أتخيلها. ولحد هنا استنوني في الجزء الثاني.